وصلنا لواحد الدرجه هنا في اسبانيا انه اذا وقعت شي جريمه كما بغى يكون النوع ديالها، اصابع الاتهام كتوجه مباشره للمغاربه او الجزائريين، مهاجرين بالدرجه الاولى وعلى راسهم المغاربه والجزائريين. هادشي اللي وقع في المقتل ديال الطفل ماتيو. الطفل ماتيو اللي تقتل في واحد الباركي في الضواحي ديال طوليدو. جاء واحد الشاب اللي في العمر ديالو 20 سنه مغطي وجهه وقتلو وهرب. ما حدهم كانوا باقيين ما عرفوش شكون اللي قتلو. اصابع الاتهام كلها كتمتوجهه للمغاربه بالدرجه الاولى او العرب او الجزائريين بالدرجه الاولى قبل ما يعرفوا الحقيقه ديال الجريمه. ما ارتاحينا حتى سمعنا هذا الخبر هذا اللي داز بصفه رسميه على التلفاز. شوفوا معايا المقطع. El presunto asesino del niño Mateo, un joven de 20 años acusado de apuñalar al pequeño en el polideportivo de su pueblo. La Guardia Civil realiza registros en la casa en la que ha sido arrestado y en otra vivienda propiedad de la familia en el mismo municipio. La grabación de una cámara de seguridad y el posicionamiento de su teléfono móvil han sido claves. إذن وكيف ما سمعتوا، أول حاجة ديروا معكم لايك باش نكملوا الفيديو ونتكلموا على هذا الموضوع هذا الحساس والوضعية اللي وصل لها المهاجرين هنا في إسبانيا، وعلى درجة هاد المهاجرين هما المغاربة الدرجة الأولى والجزائريين معاهم، يعني مع بعضياتنا. كيف ما شفتوا هذا المقطع كيتكلم على اللحظة ديال القبض على المتهم والقاتل ديال الطفل ماتيو. واحد الطفل سميتو ماتيو كيسكن في الضواحي ديال طوليدو، كان كيلعب كرة مع صحابو. جا واحد مغطي وجهه لابس يعني طربوش مغطي وجهه، هاز موس في يدو، جا وبقى كيعطيه في الطعنات حتى قتلو. كيقولوا انه تعرض لشي 10 ديال الطعنات. والقاتل هو هذا الطفل ولا الشاب هذا اللي شفتوه على الصوره على الفيديو، يعني في عمره 20 سنه، باين يعني وضوح العين انه اسباني الاصل والفصل وليس عربي او مغربي او جزائري. يعني قبل ما يوقع، قبل ما تعيشوا هذه اللحظه لان هذا الفيديو اللي تقسمت معكم دابا يلا هذه 5 ديال السوايع باش تم القبض عليه. يعني هذه اللحظه هذه حتى تم القبض على هذا السيد هذا عاد بانت الحقيقه وعاد ارتحنا. لان ما تخيلوش معايا هاد 24 ساعه اللي دازت من المقتل ديال الطفل حتى لدابا، والبحث كان ديال الشرطه كامله، الشرطه ورديه سيبيل يعني المخابرات كلشي كيقلب، لان كان جريمه ديال الطفل تقتل في الحومه كيلعب كوراش، ما فهموا والو الناس. كيقول لك كلشي، كيقول لك هادو ما يكونوا غير مغاربه، هما اللي باسلين، هما اللي سايبين، هما اللي كذا، هما اللي كذا، هذا ما يكون غير مغربي. قبل ما يعرفوا الحقيقه الجيران اللي شافوا هاد الدري اللي جا مغطي وجهه وهرب، البوليس فاش سولوهم قالوا لهم كيفاش داير الشكل ديالو، قالوا له بيض، باين انه بيض ماشي سمر، بيض يعني غادي يكون احتمال انه يكون اسباني. ومع ذلك الاسبانيين ما بردات لهمش هذه القضيه هذه، كلشي كيعلق وكيقول هذا ما غادي يكون غير مغربي، ليميغراسيون جريو عليهم، هادشي كثر بزاف، ما بقاش عندنا الامان، كذا وكذا وكذا، حتى وصلت هذه اللحظه هذه ديال هذه لحظه القبض. والحمد لله اللي خلى وجهه مكشوف، يعني الشرطه ما غطاتلوش وجهه باش الناس يشوفوه ويعرفوه ويتاكدوا باللي القاتل ديال ماتيو هو شاب اسباني وليس مغربي او جزائري او عربي، يعني اسباني الاصل والفصل، ماشي مجنس ولا يعني ماشي ايميغرانتي. عاد القضيه دابا تكالمات ورجعنا كما كنقولوا تنفس السعداء، قلنا اوف الحمد لله اللي ما طلعش مغربي. دابا ولات اي جريمه كتوقع قبل ما تعرف المرتكب ديالها كتقول يا ربي ما يكونش مغربي، يا ربي ما يكونش مغربي. وعلاش وصلنا لهذا المستوى هذا؟ علاش ولات اي جريمه كتوقع كنبقاو نقولوا يا ربي ما يكونش مغربي؟ وعلاش وصلنا لهذا النيفو هذا؟ علاش الشينوا ما واصلينش لهذا النيفو هذا بحالنا؟ ما كيعانيوش هذه المعاناه هذه. الشينوا اللي هما مهاجرين هنايا ما عندهمش هذه المعاناه هذه. تشينوس مثلا، او لا الباكستانيين مثلا، او لا الهنود مثلا، او لا الاوكرانيين مثلا، او لا اي جنسيه اخرى من غير المغاربه والجزائريين، هذوك هانين مع الدماغ ديالهم. يعني توقع اي جريمه عارفين راسهم ما داخلينش فيها، ما عندهمش يد فيها. هذا النيفو اللي وصلنا له راه دليل على ان ولاو عندنا ناس قباح في هذه الارض هذه، على ان هاد الناس اللي قباح اللي كيوسخوا السمعه ديال بلادهم ولاو بزاف هنايا، ولاو كيرتكبوا جرائم بزاف هنايا. وهذا اللي كيثبت ان الاستنتاج ديال الشعب الاسباني ملي كتوقع شي جريمه كيقول لك راه مغربي او جزائري، يعني عربي، يعني مهاجر، يعني ماشي اسباني. نفس الشكل اللي وقع مع الاب ديال لامين يامال، كلشي كان كيقول راه مغاربه مجنسين بالاسبانيه، يعني مغاربه، اخر المطاف تثبت انهم اسبانيين الاصل والجنسيه والفصل، يعني وليسوا مغاربه. يعني كنتمنى انه ما يكونش مغربي قبل ما يخرج الخبر الكامل واللي كيوضح الحقيقه الكامله. شفتوا على مستوى وصلنا له في هذه الارض هذه؟
شفتوا على حياة ولينا كنعيشوها في هذه الارض هذه. شفتوا ديك الاهداف اللي كنا نقولوا زعما الشباب كيجي كيحرق كيقلب على مستقبل افضل، باغي يقرا باغي يتعلم باغي يدير ديبلوم باغي يدير المستقبل ديالو. فين مشات هذه الهضره هذه؟ فين غبرات؟ فين تبخرات هذه الهضره هذه؟ فين مشات؟ بنادم جاي واخا تلقاه جاي في طريقه زعما اش نقول لكم يعني كتشفي العدو، اما جاي تحت رويضه، اما جاي حرق في باطيره، اما جاي مخبع تحت شي كاميون، اما شي حشيكار، المهم جاي مكرفس. ويوصل لهاد الارض هذه ولقاها مفرشه، تعاملوا معاه مزيان، ديوها للسينترو اللي كان باقي مينور، هذا يعطيوه ديبلوم ياكلوه يشربوه هاد المسائل كامله باش يكونوه باش يولي راجل. هو يخلي هادشي هذا كامل ويخرج للزنقه، بدا يصفر وبدا يضرب بالموس وبدا يقتل في عباد الله وبدا يدير الجرائم الكحله. بطبيعه الحال اذا كانت وحده جوج ثلاثه اربعه تعاودوا المسببين ديالها هما مغاربه مثلا او جزائريين، فراه نورمال غيبقى يستنتجوا مباشره ان المرتكب. لان علاش؟ لو كانوا دخلوا سوق راسهم هاد الشباب اللي كيقولوا جايين لاسبانيا باش يقلبوا على حياه افضل وما توسخاتش السمعه ديالنا، يوقع اللي وقع في اسبانيا في اي بلاصه، يتقتل اللي بغى يتقتل ولا يوقع اللي بغى يوقع، ما كيهمناش. ما غاتوجهش اصابع الاتهام المغاربه مثلا او الجزائريين، ما غاتوجه لهمش اصابع الاتهام حيت كيكونوا بارين. علاش دابا علاش ما كيتهموش التشينوس مثلا الشناوه؟ ذاك النهار واحد الشينوي خارج من البار من واحد ديسكوتيكا ولا الباف سكران منغم مع راسو خارج غادي كيتمشى، جا واحد المغربي تبسل عليه داك المغربي، بقى مني منك داك الشينوي عطى عندك المغربي صليه ديال العمود، تكرفس عليه بزاف. ديال الشينوي تكرفس على المغربي والمغربي في حاله الخطر بين الحياه والموت. ما عرفتي اخر الاخبار واش توفى ولا باقي بالروح ولا وحتى الا كان عايش بشي عاهه مستديمه ولا. يعني الشينوي تعدى عليه مزيان، واقيلا كان متريني مزيان، المغربي جاب السل عليه، الشينوي دار خدمته، يعني فاق من ديك السكره وبقى عليه، تكرفس عليه مزيان، فقد بزاف ديال الدم وبقى غير لومبولانسيه باش تقدم الاسعافات الاوليه في البلاصه في عين المكان تقريبا شي 2 سوايع، عاد هزوه وداوه للسبيطار. يعني ما عرفتش، ما اخر الاخبار ما عرفتش، ما تبعتش الموضوع صراحه. واحد خارج من البار سكران وغادي منغم على راسو، انت مالك؟ اش بغيتي دير به؟ علاش غادي عنده؟ علاش كتبسل عليه؟ علاش غادي تسرقوا؟ علاش جاي اصلا؟ علاش خليتي بلادك وجاي؟ علاش؟ هذا سؤال. علاش خليتي بلادك وجاي؟ علاش معذب راسك؟ علاش هاد البلاد مثلا واحد النهار راقيلا ما غاديش يبقى لنا فيها الخبز؟ لان حنا كنا كنقولوا لا، الامن والأمن ما يبقاش بهاد الحركات المتتاليه. هاد المصائب الكحله هي اللي السبب ديالها باش الاسبانيين ما يقدرش يكري لك الدار ديالك حيت انت كنتمي ديك الجنسيه، ما يبقاش يخدمك حيت انت مغربي، ما يبقاش يتعامل معك مزيان او تولي العنصريه اكثر ويولي يدير منك اتونسيون حيت انت مغربي. بزاف الامور كتخليه يرجع اطراس بسبب ديك الناس اللي وسخوا السمعه ديال البلاد ديالك. مع الاسف هذا هو الواقع، ماشي نكذبوا ونقولوا شي كلام اخر. هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم في هذا الفيديو. دير لايك الا بغيتي ما فيها باس، وخلي شي تعليق وقول لي شنو الراي ديالك في هادشي اللي تقاسمت معكم اليوم. شكرا على متابعه الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.